5 الفجر بتوقيت جرينتش، 8 صباحا بتوقيت مصر. الذهب قفل امبارح عند 3357، وانا كنت قايل ان انا عندي منطقة مقاومة رئيسية عند 3350. معنى كده ان هو قفل فوقها. للسادة المتداولين، لما يقفل فوقها بشمعة صغيرة زي دي، ده كده ما اسمهوش اختراق قوي. وفعلا فتح النهارده عند 3357، كمل صعود شوية لغاية 3365، وارتد من عندها لغايه 3342. شغال دلوقتي عند 3347. باكد ان احنا عندنا مستويات للمقاومه والدعم لازم اراقبها، وبناء على اداء الذهب عند المستويات دي ونجاحه في اختراقها الاعلى او كسرها الاسفل، بقدر احدد اتجاه الذهب الفتره اللي جايه. الذهب شغاله بقاله كام يوم عرضي ما بين 3300 و 3325 و 3350. اتوقع ان احنا على مدار اليوم لو ما حصلش اي جديد هيكمل هبوط، لان هو فشل ان هو يقعد فوق منطقه المقاومه 3350 مده طويله. ولو في جديد هحدث على مدار اليوم سواء فني او اساسي.